جايب لك تشكيلة حلوة جدا من الصحون الصيني، تعالى افرجك عليها واقول لك تتصنع ازاي، علشان ناس كتيرة سألتني عايزين نصنع صحون صيني من البوليستر. طبعا هل البوليستر ينفع تصنع منه صحون صيني؟ لا، لانه البوليستر مادة غير صالحة للاكل والشرب. طب ايه هو البديل؟ البديل طبعا بودرة ورخيصة جدا، الكيلو مش هيوقع عليك ب40 جنيه. يعني الصحن هيقع عليك بحاجة رخيصة جدا. الصحن طبعا جملته هيتباع ب15 جنيه، ب20 جنيه. يعني انت لو صنعته من البوليستر هيبقى غالي عليك باللزقة اللي فيه، واللزقة دي طبعا رسمة. البودرة دي عبارة عن بودرة وبتتسخن بدرجات حرارة معينة، بتصنع منها صحون، بتصنع منها صينيات، بتصنع منها صينيات، تصنع منها حاجات كتيرة جدا. طبعا تشكيلة صحون حلوة جدا، هوريك تصنيعها بالكامل. دي ما ينفعش تصنعها من البوليستر نهائي، هتقع عليك غالية، والبوليستر ما ينفعش تاكل فيه تشرب عشان بيجيب امراض كتيرة. طبعا قصة الصحن هيكلفك كام وكل حاجة هعمل لك جزء تاني. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر.